لو انت لا قدر الله ايدك او رجلك اتقطعوا، اللي هيحصل ان الجرح بعد شويه هيقفل والطرف اللي اتقطع مش هيطلع حاجه تانية مكانه. الكلام ده تقريبا صحيح مع كل الكائنات ما عدا كائن واحد اسمه السمندل، وده بقى لما بيتقطع له طرف في خلايا بسرعه بتجري تمنع العدوى وتقفل الجرح، وبعد فتره بيكون في خلايا تانية اسمها بالستيما. الخلايا ديت بتبدا انها تبني اللحم والعظم والاعصاب من جديد ويطلع له طرف شبه القديم بالظبط. يا ترى لو طلعت لك حبايه من اللي بتعبي ميه شبه ديت تحت الجلد، هل صح انك تفرقعها ولا تسيبها زي ما هي؟ اوقات لما انت جلدك بيتعرض لدرجه حراره عاليه او بتلسع مثلا، بتلاقي ان الجلد اتنفخ وعبى تحتيه كده سائل شفاف. السائل دوت بيحمي الجلد من اي بكتيريا او عدوى خارجيه، بالاضافه كمان ان هو بيسرع عمليه الشفاء بتاعه الجلد. فانت لما بتفرقع الحبايه بتسيب الجرح متعري للهواء، فبلاش تعمل كده. لما انت بتستعمل سلكات الودان، ده بيزق الشمع جوه ودنك اكتر، ودي بقى في حد ذاتها مصيبه، لان هم اصلا كاتبين على العلبه بتاعه سلكات الودان ان هي ما يتمش استعمالها لتسليك ودانك. وبرغم كده انت بعد ما حتى شفتوا الفيديو ده هتفضل تستعمل سلكات الودان. ده ليه بقى؟ عشان الموضوع خلاص بقى عامل شبه الادمان عندك، لان استخدامك لسلكات الودان بيخلي ودنك تحكك اكتر، فتبقى عايز تورش فيها فبتستعمل سلكه ودان، فتقوم ودنك تاكلك اكتر فتستعمل سلكات ودان تاني، وتفضل بقى طول حياتك في الدايره ديت. عمرك سالت نفسك ايه الشيء المدلدل جوه بقك دوت وبيعمل ايه؟ الشيء دوت هو اسمه لهات الحلق، واللي هتحسه كده ان هو شبه كيس الملاكمه، ولكن الوظيفه بتاعته مهمه جدا، وده لان هو بيمنع الاكل وهو نازل ان هو يرد تاني ويطلع من مناخيرك. بالاضافه كمان ان هو دايما بيفرز اللعاب اللي بيخلي الحلق بتاعك دايما رطب. انت مش بتلاحظ اي شيء غريب في المشيه بتاعت الرئيس بوتين؟ بوتين دايما وهو ماشي بتلاحظ ان دراعه اليمين ثابت مكانه، بينما ان دراعه الشمال بيتحرك زينا عادي. في البدايه في ناس قالت لك ان ده دليل على ان بوتين عنده مرض عصبي في جسمه، ولكن الموضوع ملوش علاقه خالص بصحته. بوتين اصلا كان ضابط في الكي جي بي او المخابرات الروسيه، ومن ضمن بقى القوانين بتاعتهم ان دايما دراعك اليمين لازم يكون جنبك عشان تقدر تسحب المسدس بتاعك بسرعه في حاله حدوث اي تهديد. عارف اللي بيحصل لما في نحله بتقرصك؟ النحله بتلزق في الجلد لفتره، وده بسبب ان الابره بتاعتها اللي بتقرصك بيها بيكون فيها حواف بتمنعها من ان هي تطلع تاني، فلما بتحاول انها تسحب نفسها منك جزء من النحله بيتقطع وبيفضل مع الابره، وبكده النحله بتكون فقدت جزء من اعضائها الداخليه، فبالتالي بعدها بشويه بتموت.